تفضل. الشهداء ينيرون دربنا. ميلاد القائد عبد الله أوجلان، حيث نعتبر 4 نيسان ولادة القائد عبد الله أوجلان هي ولادة فكر ينادي باسم حرية الشعوب، وتنادي باسم المساواة والعدالة وحرية المرأة من القيود والعبودية، حيث تعادل حرية القائد عبد الله أوجلان حرية الشعوب. في هذه المحاضرة نود أن نتحدث عن حياة القائد عبد الله أوجلان في اختصار. أنا ورفيقتي غزالة. القائد عبد الله أوجلان ولد في سنة 1949 في 4 نيسان. في ولادة القائد عبد الله أوجلان نحن نعتبرها يوم ولادة فكر جديد كي يحرروا الشعوب. طبعا نأتي ونسأل شخصية القائد عبد الله أوجلان كيف كان في صغره، وكيف أصبح وأسس الحركة الحرية اللي هي الفككة، وكيف انتشر فكره وأصبح بملايين الناس من معجبين لهذا الفكر. هاي محاضرتنا راح تكون عن ميلاد القائد عبد الله أوجلان. ميلاد القائد عبد الله أوجلان، نشوف ميلاد القائد عبد الله أوجلان ميلاد فكر حر، وميلاد الديمقراطية، ميلاد المساواة بين الرجل والمرأة، ميلاد حتى الشعوب تتحرر من الظلم والعبودية. ميلاد القائد، ايش واحد ما يحكي على ميلاد القائد ما يقدر يوصف شلون هذا القائد قام بهذا التنظيم وهذا الحزب وقاوم. مثل ما تفضلت زميلتي انه بالبداية كان بمجموعة صغيرة، بوقتها كان بمجموعة صغيرة، ورغم الظلم اللي تعرضوا له، رغم العقوبات اللي كانت قدامهم، لانه كان عنده إرادة وعنده فكر، وكان يدور انه شلون يسوي المساواة ومع المكونات، وشلون يخلي الشعوب تعيش مثل اخوة الشعوب مع بعض. يكون لا حياة دون القائد، لا حياة بدون القائد. اسمي فاطمة مصطفى من سنجار. احنا اليوم مجتمعين بهذا اليوم، مجتمعين مشان عيد ميلاد القائد ب4 نيسان، واحنا راح نحتفل بهذا الميلاد. هو مو عيد ميلاد شخص واحد، عيد ميلاد الشعوب كلها تعتبر، وحرية القائد تعتبر على حرية الشعوب بأكملها. واحنا نتبع تحليلات القائد، من سبب تحليلات القائد يعني صار تطورات كثير بهذا المجتمع.